الاول اكبر غلطه تتعمل، عايز اشيل نفس الاوزان، عاوز امشي بنفس السرعه، عاوز اعمل عاوز اتمرن ساعه ونص. ما تعملش كده في الاول، اكبر غلطه. حط نفسك في الروتين وبس. خليني اقول لك فلسفه تدريبيه ترجعك ان شاء الله بسرعه. اول اسبوع 5 ايام، 10 ايام، هدفك منه ان انت تطلع من الكومفورت. الهدف الرئيسي انك تتخلص من احساس ان انا ما عنديش الوقت، او ان انا مش عارف ابدا منين، او ان انا اي حاجه. بمثال، اول يوم تتمرن فول بادي، اوزان لا تذكر، اللي هو لو الاوزان مش موجوده انت هتعمل اكنك بتعمل من غير جهاز اصلا. ورحت تاني يوم قمت قاعد في الساونا بس ما بعملش اي حاجه تانية. ورحت تالت يوم قمت ماشي شويه على التريدميل لمده 30 دقيقه، ونزلت عملت تمرينه لور بادي ومشيت. والهرتله دي هو ده الغرض من اول 5 ايام 10 ايام. الفكره كلها انك ترجع في الروتين تاني. ولو انت طبعا عمرك ما بدات قبل كده، الفكره ان انت تتحط في الروتين بتاع التمرين، يبقى في يومك جزء وقت بيروح للتمرين. تقوم تحضر الشنطه، تلبس الكوتشي، تروح المشوار وتتعسكف في الطريق، او الحاجات اللي هي الخارجيه اللي ملهاش علاقه بالتمرين. وانس دي اتظبطت، هوب دك هتلاقي نفسك 3 شهور. ايه ده؟ انا ما كنتش بعمل كذا، انا ما كنتش بشيل كذا، انا كان وزني عامل كده، انا دي كانت واسعه عليا، انا دي كانت ضيقه عليا. تلاقي الدنيا اتغيرت. حط نفسك في الروتين فقط باقل اقل اقل مجهود في الاول، اكنك بخيل على نفسك بالمجهود.